حكمة مؤثرة. معكم أحمد إبراهيم. يا ابن آدم، إن هاتفك باب تفتحه بيدك، ولكن قد يجرك بما فيه إلى أبواب لم يفتحها الله لك. وإن أصابعك التي تقلب الصفحات ستسأل يوما عما كتبت، وعما نقلت، وعما أتيت به عبدا من عباد الله. فلا تجعل من شاشتك مرآة لسرام قلبك، ولا تجعل كلماتك سهاما ترمى في هفلة ثم تعود. في صحيفتك نارا لا تطفئ، وعالم إن كل رفث ترسله في الفضاء الرقمي، وإن خفي ما عن العيون فهو عند رب العيون محفوظ، يوصل بميزان الحق يوم لا ينفع متابع ولا إعجاب، بل ينفع قلب سليم وخلق كريم. فكن مؤمنا حتى لا يراك الناس، واتق الله في كلامك حتى تظن إن كلام يضيع، فإن الله لا يضيع عنده شيء. حكمة مؤثرة. واتقوا الله، متعملوش لايك لأي حد، واعملوا اللي يستاهل فقط لا خير. اعملوا المحتوى الإيجابي لا السلبي، لا المحتوى السلبي. معكم أحمد إبراهيم.